من القصور للأحياء الشعبية، لما العقار بقى حق مش رفاهية. العقارات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. في عهد الأسرة العلوية اللي الحكم فيها كان ملكي، كانت العقارات حكر على الأكابر فقط، وامتلاكها رفاهية مع استثمار بسيط، لأن في الوقت ده الزراعة كانت هي الأساس. وبعد ثورة 23 يوليو وحركة الضباط الأحرار، تولى الرئيس جمال عبد الناصر مقاليد الحكم، وبدأت مصر مرحلة جديدة من التغيير، مش بس على المستوى السياسي والاقتصادي، كمان في العقارات. في بداية حكم الرئيس جمال عبد الناصر كانت رؤيته تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمواطن البسيط، وده كان ليه تأثير كبير على السوق العقاري. وكان من الواضح أيها الإخوة منذ أول يوم للثورة أن الأهداف التي أعلناها لا يمكن أن تتحقق إلا إذا تحرر المجتمع كله من الاستغلال بكل أشكاله.